بقى عن الاغاني، هل الاغاني كلها قصص حقيقيه ولا قصص وهميه؟ يعني هي طبعا عشان احنا اللي بنعمل كل حاجه، واحنا بنكتب الكلام وبنلحن وبنوزع، فطبعا ما بنعملش حاجه الا لما تبقى نابعه من جوانا، سواء في الكلام او في اللحن. فاغلب الحاجات اللي احنا بنعملها بتبقى قصص حقيقيه، زي حبها جوه القلبين كده. يعني احمد احمد ومحمد كانوا بيحبوا بنت، فكتبوا الاغنيه ان هي يعني كانت بتحبهم، يعني ان هما الاثنين كانوا بيحبوها، في الاخر هما اكتشفوا كده فاتصالحوا، يعني ان الصداقه احسن من البنات. يعني طلعت بتحب احمد الشامي اصلا، يعني ما كناش عارفين ان انا لا بس في تقريبا كل الاغاني بتبقى عن قصه، يعني فاحنا مش بنعمل زي الناس العاديين اللي هو نشوف كلام كويس الكلام ده مناسب، لا كلام حاسينه او حاجه يعني كلها حاجه للشباب، يعني مواقف بتحصل لنا وحاجات بتحصل لنا ومشاكل. ويمكن كمان في اغنيه ثانيه اسمها كل قلب، دي احنا عاملينها عشان خاطر نادر، يعني قصه حساسه برضه، موقف حساسه بالنسبه له يعني، فاحنا كنا عاملينها له يعني. طيب هل ممكن نسمع حته من كل قلب صغيره؟ طبعا. كل قلبه له حبيبه اللي مش ممكن يسيبه، حتى لو كان مش نصيبه صورته تبقى قصاد عينيه. قالوا عالأيام تنسي والبعاد دايما يقسي، كله إلا قلب نفسي مهما يبعد بتناديه. حلو قوي. طيب قولوا لي بقى، اول مره وقفتوا على مسرح، انا عارفه ان انتوا طبعا في الاوركسترا وكده بتقفوا على المسرح كتير، بس كواما اول مره وقفتوا على المسرح حسيتوا بايه، وكان رد فعل الناس ليكوا ايه؟ احنا اول مره وقفنا على المسرح الصراحه يعني ما كناش خايفين خالص، ما كانش في اي رهبه، يعني لان احنا عملنا حفلات كتير قوي وسافرنا بره وعملنا عزفنا في كل حته في الدنيا يعني، فالموضوع ما كانش بالنسبه لنا ان احنا يعني من قبل ما نكون مغنيين احنا عازفين بروفيشنال، يعني احنا بندرس في كونسرفاتوار بقالنا دلوقتي 16 سنه، بنلعب مزيكا كلاسيك وبنعمل حفلات، وسافرنا في حتت كتير قوي، بنعمل كونسرت بره في فرنسا وفي المانيا وفي امريكا وفي حتت كتير قوي. الموضوع بالنسبه لنا ما كانش يعني في اي مقابله الجمهور، رهبه الجمهور ما كانتش فظيعه بالنسبه لنا، بس الفكره ان احنا كنا بنعمل حاجه جديده، احنا مش طالعين نعزف، احنا طالعين نغني. فبس يعني الحمد لله في اختلاف يعني شويه، بس كنا واخدين على الناس يعني، وكانت عملنا كام حفله في الصيف اللي فات كانوا حلوين قوي، وعملنا حفله في الاي سي وكان حلو يعني. ورد فعل الجمهور؟ الناس كانت بتصوت يعني، قعدوا يجروا متصورين كده يعني، قعدوا يجروا ورا محمد. اول حفله بجد اول حفله احنا عملناها احنا ما كناش متصورين، يعني الناس هتبقى مبسوطه اول ما لقيت الناس بتصوت عليه ربع جنيه الواحد جري وراه. واول ما خلصت حفله ناس كتير قوي جت اتلمت علينا وعايزه تاخد نمرنا وعايزه تعرف احنا بنعمل ايه، وعايزين نغني عندها مثلا في حفلات تخرج وحاجات كده. بس يعني فالناس كانت رد فعلها ما كانش متصور، احنا الاغاني حلوه وكل حاجه، بس احنا مش متعودين على الجمهور ده في مصر. متعودين على الجمهور في مصر يبقى قاعد كده باسمه لابس بدله في قاعه المؤتمرات، مش متعودين على الجمهور بقى بتاع البيتش، مش متعودين على الموضوع ده. بس لازم فهو الناس ابتدت يعني حاسه الناس يعني الشباب بتفهم بقى ومبسوطين، الشباب فقط مبسوطين يعني وكده. بس في عندكم اغنيه اسمها ايجيبت او مصر الحبيبه، ايه فكرتها وجات ازاي وبتتكلم عن ايه؟ اكيد بتتكلم عن مصر، بس يعني ايه الفكره؟ هي اغنيه ايجيبت دي احنا يعني حصل لها يعني موقف غريب شويه عن الاغاني اللي قبلها. ان الاغاني اللي قبلها احنا دايما بنعمل كلام مع اللحن، نكتب كلام الاول وبعد كده نعمل لحن، بس في اغنيه ايجيبت اللي عملنا الميوزك قبل ما نعمل الكلام، بعد عملنا الموسيقى، فحسينا الموسيقى بجد يعني شويه يعني تقيله قوي عن ان هي تبقى اغنيه مثلا اغنيه هتتكلم عن الحب او بتتكلم عن اي حاجه ثانيه. حسينا ان الاغنيه دي بجد لازم تتكلم عن مصر، بتتكلم عن حاجه كده، لان هي حاجه يعني موضوع يعني خصوصا نوعيه المزيكا يعني بجد لما تسمعوها يعني هي لازم تتكلم عن كده، ما ينفعش تتكلم عن حاجه ثانيه. وفي نفس الوقت ان احنا طبعا احنا بنفكر ان احنا ما نعملش مزيكا هنا بس، نبقى في كل حته، ففكرنا ان احنا نعملها بالعربي وبالانجلش في نفس الوقت. الاغنيه دي ممكن تنزل في سيديات بره وكده، فيعني مزيكا بتاعت ناس بره بس وكمان عشان احمد يبقى ليه دور حيوي فظيع. ارجوكم احمد بيعمل ايه فيها؟ ارجوكم في ذلك. انا كتبت هو اللي بالانجلش، كتبت الحاجات الكلام اللي بالانجلش ليه؟ مش كتبت قدامك بس هم مش مصدقين ان انا كاتبه،
وبغني. هو يعني هو اكتر راب يعني مش غنى، يعني هو اكتر راب. الاجزاء العربي الانجليش قصدي، والاجزاء العربي غنى برضه فويس هارموني واحمد اللي كتب الكلام. هو يمكن احنا في الكلام الانجليش اللي احمد كتبه طبعا بيتكلم فيه عن مصر وحاجات كتير قوي عن مصر في الحضاره وكده، وانا الكلام اللي انا كتبته في العربي بيتكلم طبعا عن نفس الموضوع، بس بيتكلم عن كل حاجه في مصر شامله، وان احنا احساسنا ايه بالنسبه لمصر في 4 ابيات بس. طيب هي كلموني شويه عن تجربتكم مع سوني. انا عارفه انها كانت تجربه مختلفه شويه. ايه المميزات والعيوب وايه اللي حصل؟ هي شركه سوني يعني طبعا شركه عالميه وشركه كبيره جدا، وكل الستارز في العالم فيها يعني. بس هي اول ما فتحت في مصر عرفوا ان احنا موجودين وكده اهوت، وعملوا كونتاكت بقى. هو يمكن الكونتاكت البدائي كان مع احمد، هو اللي قدر ان هو يعمل اول التعاون بيننا وبين سوني عن طريق تين ستاف على فكره يعني. على فكره الموضوع احنا عرفنا سوني عن طريق تين ستاف. احمد كان بيقرا في مجله، فعرف ان سوني فتحت في ايجيبت، بقى في سوني ايجيبت وكده اهو. فهو بقى اتصل وسال والكلام ده لغايه ما رحنا وعملنا ميعاد وسمعنا والكلام ده كله يعني. وطبعا بعد كده بقى كان المانجر بتاعتنا ليها دور كبير قوي. بس هم قوي قفلوا يعني، بس